بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة تانية بعد فترة طويلة جدا غبنا فيها أثناء التوقف الدولي. كنت ناوي أنزل محتوى معين ولكن يعني ربنا ما وفقش إن أنا أنزله، ولكن إن شاء الله رب العالمين رجعنا تاني بسلسلة ذا سكاوت، السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها عن اللاعبين المغمورين أو اللاعبين الغير مسلط عليهم الضوء إعلاميا في العالم كله، مش في الدوريات الخمسة الكبرى بس. والنهاردة كلامنا عن لاعب عربي صفقته لو تمت لأحد الفرق المصرية هتكون مفيدة جدا. ومن هنا قبل ما ابدا البودكاست النهارده دعوه عامه لاي وكيل لعيبه، لاي حد ليه علاقه بانديه مصريه كبيره زي الاهلي زي الزمالك او زي انديه تقدر تدفع فلوس مرتب كويس للاعب ده. انا بشوف ان اللاعب ده هيكون اضافه قويه جدا لاي خط دفاع موجود في الدوري المصري. وهو النهارده الكلام عن سامي ماي او سامي ماي حسب انت اسمه ازاي. خلي بالك كان في فتره كده في اخين بيلعبوا في نفس الفريق، وهو فريق فرنش فاروش المجري. مهاجم اسمه ريان مامي ومدافع اسمه سامي ماي. راين ماي وسامي ماي يعني مش قصة نجاح قوي على قد ما هم كانوا لعيبة مثلوا بلجيكا في الفئات السنية المختلفة للناشئين أو الشباب، وبعد كده انضموا لمنتخب المغرب حسب أصولهم المغربية. لو النهارده هنتكلم طبعا عن سامي ماي ظهر بأداء جيد جدا مع نادي الحالي اللي هو نادي كرباك أقدام، النادي الأذربيجاني. كان في مباراة لعبت امبارح الجمعة ما بين أذربيجان وزيرة. طبعا كرباج عذرا ما بين كرباج وزيرة. كرباج قدام الناس ممكن تكون عارفة الاسم بتاع كرباج، لعب في الدوري أبطال أوروبا. شفنا طبعا مؤخرا من حوالي 5 سنين تعادلوا مع فريق زي اتلتيكو مدريد. طبعا لعب في اليوروبا ليج قبل كده، لعب في الكونفرنس ليج قبل كده. فبالتالي يعني نادي معروف على مستوى الوطن العربي شويه، للناس اللي بتتابع دوري ابطال كتير والناس بتتابع يوروبا ليج وكونفرنس ليج كتير هم عارفينه. زيرا يعتبر فريق هناك من احسن 5 فرق موجوده في اذربيجان. وفريق برضو منافس في بعض الاحيان بيبقى ليه كرباج مع فريق تاني اسمه نيفيتشي، غير نيفيتشي الاوزباكي اللي بيلعب في دوري ابطال اسيا. في فريق تاني هناك اسمه نفيتشي. فالمهم يعني ان زيرا من احسن الفرق هناك. ماتش كان قوي، زيرا كانت ماسكه الماتش بشكل كويس. سامي ماي عمل غلطه كلفت ضربه جزاء، زيرا جاب منها جون، ولكن باقي الماتش كان كويس. قدر ان هو يعمل بلوك دفاعي مرتين ورا بعض في احد لقطات المباراه الشهيره اللي انقذ فيها الفريق بتاعه من جون لزيرا. مقابل طبعا ان كان وقتها حارس زيرا، حارس برضه متميز اسمه تياجو سيلفا، برتغالي عنده 25 سنه، كان مأدي اداء حلو جدا وكان مانع الخطوره كلها عن طريق فريق كرباج اللي قدر من فاول حلو اللاعب اسمه كادي بورجس ان هو يجيب جون. وان شاء الله كده هنعمل في الستوري الجون بتاع كرباج. ولكن خلينا النهارده في كلامنا عن سامي ماي، المدافع اللي ادى اداء جيد قدام زيرا. هو حاليا بيلعب في نادي كرباج معار من نادي دينامو زغرب الكرواتي. قيمته السوقيه انخفضت بشكل كبير جدا. بس عشان تكون عندك المعلومه القيمه السوقيه حاليا هي 400 الف يورو. العقد هينتهي في يونيو 2028 مع دينامو زغرب، الا بقى في حاله ان كرباج اشتراه. ولكن خلينا نتكلم بكل صراحه، مدافع لعب مع فريق فرنش فاروش في الفتره اللي كانوا بيشاركوا فيها في دوري الابطال. فبتتكلم ان الراجل ده قابل منافسين كويسين جدا في دوري الابطال، وكان مدافع متميز. لعب 10 مباريات مع منتخب المغرب في فتره كان هو موجود فيها بشكل اساسي. فبتتكلم ان الراجل ده لا عنده خبره دوليه كويسه. معاه جنسيه اوروبيه، هي جنسيه بلجيكا، ولعب في منتخبات الشباب والناشئين عندهم. لعب في دوري ابطال اوروبا، لعب في فريق كبير زي ستاندر ليج في بلجيكا. فطبعا كان اساسا من ناشئين نادي خنت البلجيكي، لعب معاهم في فريق تحت 17 سنه. فلا الراجل لفه كويسه. حاليا سنه 29 سنه، مواليد 95. وكسن وكقيمه سوقيه انا شايف بكل بساطه ان ليه لا ان فريق مصري يطلب التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الجايه. خصوصا إن يعني الموسم ده فيه تميز شويه من خطوط الدفاع، ولكن هيكون الراجل ده اضافه قويه جدا لو راح للدوري المصري، وكمان مع فريق بيعرف يدفع رواتب. هيكون اضافه قويه جدا لفريق زي وادي دجله، ده هو قرر ان هو يدعم صفوف الدفاعات، وخصوصا ان هم برضو تعاقدوا مع لاعب لعب في دوري الابطال مع نفس الفريق اللي هو المهاجم فرانك بولي. فما ايه المانع ان انا اجيب لعيب زي ريان ماي عذرا سامي ماي ادفع مثلا فيه حوالي 600 الف يورو ولا 700 الف يورو، ودي مرتب كويس، ويلعب هنا هيطور لي خط الدفاع.
هحسب لك ملخص الماتش بتاع كاراباج وزيرة، اللينك بتاعه على اليوتيوب تقدر تتفرج عليه. وانا اتمنى ان انا اشوف لعيب زي سامي مي في الدوري المصري، هيعلي من قيمه الدوري عندنا اكتر واكتر، خصوصا مع الموجه بتاعت ان خلاص بقى في لعيبه بتيجي من اوروبا على طول على الدوري المصري. وكمان اللاعب ده لسه مش متشطب كوره، لسه عنده ما يقدمه يعني في الكوره. ده كان النهارده الحلقه بتاعتنا، وان شاء الله اشوفكم في وقت تاني قريب جدا ان شاء الله مع لاعب جديد من سلسله ذا سكاوت. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.